تمام. اخبارك ايه يا كابتن؟ كله تمام؟ الحمد لله، ربنا يخليك. النهارده عايزين تعليقك على قرارات لجنه المسابقات. طب انا عايز اسمع تعليقك انت على القرارات دي، ايه رايك والله انت؟ خرجني بره القصه يا كابتن، عشان لما بقول حاجه يقول لك ده كريم مش عارف متحيز مش محايد، فانا يعني انت كمسؤول في نادي الزمالك اسمع رايك. ده قرارات عرجاء، عارف زي الله عرف كده. امم. قرارات طبعا من يعني من الناس، يعني ما الواحد ما غير مسؤوله، قرارات غير مسؤوله. امم. ان الناس دي، انا اشرف لي ان انا اقبل قرار محمد روراوة اللي هو بيدي الاتحاد الكوره وبيبقى برئيسه باعضائه اللي بيدفعهم كل صفعه تقولها ذهب. انا امم. بحيي محمد روراوة وبقول ان الراجل ده فعلا هو اللي ممشي الناس اللي ماسكين الكوره في مصر، وهو فعلا يستاهل ان هو يعمل معانا كده، ويستاهل ان يجي يضربوك بره مصر وجوه مصر، ويبقى راجل كده واخد حقه في بلده بصراحه. يعني انا بحيي روراوة، وانا ابقى سعيد جدا بقرارات روراوة واتقبلها اي قرارات ليا. امم. انما ما تقبلهاش من الاخوه اللي هم مش عارفين اصلا راسهم من رجليهم في اتحاد الكوره، على راسهم طبعا رئيس الاتحاد اللي بيسيس كل القرارات، والراجل اللي بيشتغل في حياته واخدها بيزنس، والراجل اللي بقول لك واكرر تاني، اللي محمد وراوة عرفه يعني ايه فنون القرارات وفنون الشخصيه وقوه الشخصيه، ويدير ازاي بلد في منظومه الكوره في بلد. امم. انا بقول ان يستاهل ومحمد رواوة يبقى فعلا هو اللي مدوخنا، وهو اللي عامل كل ده في مصر بسبب ضعف الناس الشخصيات اللي ماسكه الكوره طيب بتاعتنا. كابتن ابراهيم، قرار منع دخولك المباريات او تواجدك في المباريات يعني. اولا الناس دي مغيبين، مش من حقهم ان هم اصلا يطلعوا عليا قرار. هو انا متسجل في سجلاتهم اصلا اتحاد الكوره؟ امم. انا ما فيش، انا راجل، انا ولا موجود في سكور شيت ولا موجود في اي حاجه عشان يقدر ياخد عليا قرار. انا راجل مش تابع ليه خالص. امم. يعني انا غير يعني هو ما يقدرش يطلع عليا قرار، لان انا مش بشتغل تحت ادارته ولا في اسمي في سجل ولا في اي حاجه. انا تابع لنادي الزمالك وشأني داخلي نادي الزمالك، فما اللي ياخد قرار في مشكله بالنسبه لي نادي الزمالك. انما هو ولا انا يتابع ليه عشان اطلع قرار ايقاف ولا اطلع قرار القرار اللي بيقوله دوت، ده انا هرجع عليه بتعويض هو واللي هيتشدد للقرار ده كمان. يعني انا ده انا كده بس بيفتحوا لي الطريق ان انا هرجع بتعويض وارجع القديم والجديد وارجع الفلوس اللي انا خسرتها. الناس اللي هم خلوني اسحب القضيه، لما هم رجاله كده خلوني اسحب القضيه ليه؟ ما طلعش الرجوله فين اللي ضحكوا عليا وضحكوا على المحامي بتاعي وحلفوا بالطلاق وحلفوا بالايمانات كلها بتاع الدنيا، ان الناس دي ان القرار في جيبهم خلال 48 ساعه جيبهم. فالقرار ده جاي لهم بالنسبه لهم انقاذ، لان هم ما كانش يقدروا يشيلوا العقوبه بتاعت شمال افريقيا. فاللي عملوه دوت عملوه عشان خاطر يخلصوا من الهم الكبير اللي كان الناس في مصر زانقينهم ان هو ازاي انت عملت كده مع ابراهيم حسن، هتعملوا ايه؟ كل واحد منهم يقول لك انا هجيب القرار، انا لا اتضح احنا هاخده. واتضح ان الاخ مروراوة راجل، لان هو اللي بيدي كل صفعه وصفعه على وش بقى، على قفا. كابتن ابراهيم، طب يعني شايف ان القرارات دي ظلم لنادي الزمالك؟ انت يعني ايه 8 ماتشات للاخ حازم؟ يعني ايه 8 ماتشات؟ طب ما انت مش عايز كل لما اجيب سيره حد لو واحد في المريخ السوداني يقول لك ده تقصد كذا. ما احنا شفنا لعيبه قبل كده في ماتشات لسه قريبه بتزق حكم في صدره. كابتن ابراهيم، ده اللي كنا بنقوله، ان لو الاتحاد كان بدأ من الموسم على الكل كده كان الكل هيتقبل قراراته. كنت لكن مازن ازاي صحتك؟ انا ما خدتش بالي، ازاي يا معلش. كابتن ابراهيم؟ لا لا خليك. كنا بنقول ايه؟ ما تنفعش انك تيجي في اخر فجأة في اخر 3 مباريات وتقوم مطلع قرارات عنيفة. اه طب ما انت سايب الناس من اول بتعمل كده، ليه ما بدأتش الدوري كده؟ تمام. وبعدين يا كابتن لما انت في برضه لاعب من ضمن اللعيبه زي ما بقول لك زي حكم في صدره وما خدش ساعه، وراجل تاني ضرب حراس المرمى او زعله وشتمه ولما نزل يعالج حارس المرمى بتاعه وما خدش ساعه. فانا بقول اللي بيحصل ده تهريج، واعتقد ان اتمنى ان نادي الزمالك اداره نادي الزمالك تاخد موقف
وفي حاجه تانية يعني من ضمن الامور. تصدق انت، تخيل انت يا كريم ويا كابتن مازن ان الشرطه ما فيش عقوبه على الشرطه. احنا سالنا انا تخيل انت سالت ان محمد ابراهيم انا سالت عامر حسين رئيس اللي عمل بصباعه. يعني انا مش عارف اقولها لك ايه. انا والله في حاجات بتخليك لازم تقول الحاجه، يعني اقول عمل بصباعه ايه، بس انا طبعا لازم ما احنا فاهمين، بس هو قال الاستاذ عامر حسين قال ما جاتش في اي تقرير حكم ولا المراقب ولا جت في الكاميرا. لا اله الا الله. ابراهيم حسن خد سنه ولا 6 شهور في المغرب يا ناس. قبل كده خدت سنه في المغرب وماتش في المغرب عشان خاطر ناس كانت بتأذي مشاعر المصريين وانا برد عليهم بالاساءه. تمام. انما انت بتعملها لجمهور مصر، جمهور نادي الزمالك جوه مصر في ارض مصر. وقبل كده سمير كمونه ومش عارف مين ومين اتوقفوا عشان العمله دي. والعمله دي الجميله دي اللي اذت شعور الناس الزملكاويه والمصريين جوه مصر بره مصر. نزل على اليوتيوب عندك ونزل على المواقع كلها وموجوده مصوره في القناه. طب هل نادي الزمالك هيبقى فيه احتجاج يا كابتن ابراهيم على القرارات دي؟ في انا طبعا ده اجتماع مجلس الاداره كان مجتمع، فهو القرارات بتاعته اكيد بتطلع من دي حاجه تخص شان النادي. انا بتكلم انت كراجل مسؤول، يعني هل هتطالب بوقفه من نادي الزمالك من وجهه نظرك ولا ايه اللي هيحصل؟ اكيد مجلس الاداره ناس كلهم مجتمعين من الصبح واكيد في قرارات وهياخدوا قرار ان في حاجات تعسفيه. يا جماعه معقوله يا جماعه؟ من امتى بيحصل اجتماع طارئ؟ ده انت ما عملتش اجتماع طارئ يا راجل على ابراهيم حسن لما واحد من ناس من اعضاء مجلس اداره الاتحاد، 2 اعضاء في مجلس اداره اتحاد الكوره واتحاد شمال افريقيا وقال لك اسحب القضيه على مسؤوليتنا. ما خدش اجتماع طارئ اعتراض ومقاطعه وان الناس بتلعب بينا يا كريم. يعني في اجتماع طارئ على نادي الزمالك؟ لا اله الا الله. من امتى القوه والحماس دي والرجوله اللي طلعت مره واحده دي؟ فانتوا كده الناس دي بتأذي مشاعر جمهور الزمالك. حصل اخطاء. في واحد لما ينزل يا جماعه في الملعب، راجل مدرب عام ولا مدرب مسؤول ومع راجل بتاع علاج طبيعي في ملعب نادي الزمالك بجمهور نادي الزمالك اللي مشدود عشان بينافس، يعمل حاجات بايديه ويتف على جمهور نادي الزمالك ويشتم لعيبه نادي الزمالك وهم متاثرين من نتيجه التعادل، ويطلع النهارده لعيب يعني مش عايز، ما ينفعش اذكر اسمه عشان خاطر ده لعيب لا يذكر، يجي يطلع الصبح يقول لو لعبنا نادي الزمالك 10 مرات هكسب 10 الزمالك 10 مرات، ومغلوبين السنه اللي فاتت اصلا ماتشين الدور الاولاني والدور الثاني، وبعدين يطلع يقول مبروك ان الدوري لفرقه كذا. ينفع؟ ده لاعب في اتحاد الشرطه؟ لا في اتحاد الشرطه في قناه النيل، وطالع واعلن وبيطلعوا الاتوبيس بعد ما خد دش وهادي ورايق، مش واحد مشدود كمان، وقال لك مبروك الدوري للنادي كذا. طبعا مين يحاسبه؟ انا عايز اقول لك حاجه برضو كمان يا كريم، احنا بلد جميله جدا، بلد ديمقراطيه، وفي راجل اسمه حبيب العبد، راجل محترم وزير الداخليه، ما يرضاش ان هو عنده في نادي تابع للوزاره مدرب يطلع يعمل بصباعه كده للشعب المصري ويتسال، وبعدين يطلع كمان بلاغ كايدي. للاسف لواءات طالعه معاه يا كريم، لواءات تبع الشرطه طالعه ويعملوا له محضر في الملعب وياخدوه في عربيات شرطه هو والراجل اللي بتاع عشان يعملوا له بلاغ ولا محضر كايدي في ابراهيم وعلاء علي. فطبعا دي مشكله، دي انا بوجه نداء للسيد وزير الداخليه. هل نادي الشرطه ده نادي رياضي بعيد عن المؤسسات؟ هل نتكلم لما يبقى في مؤسسه نادي بترولي يبقى خلاص ادام ارتضى ان يخش في الكوره يبقى نادي رياضي ملوش دعوه بالنفوذ. فلما يطلع النفوذ تتدخل في حته ان الناس تروح تسوي لهم محاضر ويطلع والراجل متصور امبارح بيشرب سجاير في الطرقه قدام اوضه اللبس وطالع سليم وطالع عامل بصباعه لجمهور الزمالك وطالع عمال يهزر وعمالين يتريقوا على لعيبه الزمالك واحنا بنركب الاتوبيس، ويرجع لاعب ويطلع لاعب يصرح يقول لعبنا نادي الزمالك 10 مرات هنكسب 10 الزمالك 10 مرات ومبروك للنادي المنافس.
اتزود. كابتن ابراهيم حسن مدير الكوره في نادي الزمالك، طبعا سمعنا وجهه